هقول لك على نصيحة. اوعي تعملي عملية تجميل علشان جوزك بيبص بره بيكلم واحدة، اتجوز واحدة تانية، على علاقة بواحدة تانية. انت متخيلة انك لما تعملي عملية تجميل هترجعيه؟ تبقي غلطانة. عملية تجميل تتعمل لنفسك انت. الست ربنا خالقها بتحب لما تبص كده لنفسها في المراية، الله انا جميلة، وده بيزود ثقتها في نفسها. لكن لو عملتي ده، اوعي تتخيلي ان جوزك هيرجع تاني، مش هيحصل. استمرار العلاقة الزوجية مش قائم على جمال الجسد. الراجل اللي بيفكر جسم مراتي حلو او شكلها حلو فانا هكمل في العلاقة، ده هو الرجالة مش بتفكر كده خالص. العلاقة الزوجية بتعتمد على المودة والسكن والرحمة والعقل والتفاهم اللي بينك وبينه، مش هو ده اللي هيرجعه. جراح التجميل لما بيعرف ان المريضة دي جاية تعمل عملية عشان في مشاكل مع جوزها وهي متخيلة ان العملية هترجع جوزها، بيهرب منها وما بيعملهاش العملية خالص. لان المريضة دي مستحيل تبقى راضية، لان هي بتعمل العملية وبترجع تاني تلاقي ان جوزها ما اتغيرش، لان ما كانش السبب في جسمها. فبترجع لجراح التجميل تقول له انت عمليتك مش حلوه، انا مش مبسوطه. ليه؟ لان الهدف اللي اتعملت علشانه العمليه ما اتحققش، جوزها ما رجعش، شريك حياتها ما رجعش، فتطلع الغلط على مين؟ على العمليه. فلو سمحتي اعملي عمليه تجميل لنفسك انت، عشان تبصي في المرايه انا احلى، ثقتك في نفسك تزيد، اقبالك على الحياه يزيد. شكرا.